ومشاهده مباراه الاهلي وبيراميدز النهارده، لان ملك ملوك التوقعات جاي يقول لك النتيجه في دقيقه واحده. عارف ان في ناس بتشكك، عارف ان في ناس مشككين وبيقول لك يا عبد الناصر انت بتتوقع غلط، سيب اللي يقول. عندك الكومنتات يا عم البطل، اتوقع انت صح وسيف الفيديو عندك، وهجي لك بعد الماتش تقول لي عمي عبد الناصر اللي توقع المباراه صح 100% وعمرها ما بتخيب معاه. انا هقول لك النهارده ان الاهلي هيصالح جماهيره وهيعمل جيم كبير وهيكسب المباراه وهيدوس على بيراميدز 3-1 ثلاثيه للنادي الاهلي النهارده. وما تكبرهاش في دماغي وتخليني ازود واقول لك مين اللي هيسجل الاهداف كمان، لكن انا مش هقول لك مين هيسجل الاهداف، هقول لك ان تريزيجيه هيتالق النهارده وهيكون نجم المباراه. تريزيجيه هينفجر امام عمي عبد ناصر، حصل كلامك فعلا يا اخويا، بالظبط هو ده اللي حصل يا عبد ناصر. بجد يا عبد ناصر انا بحييك على توقعاتك بجد الرهيبه، توقعاتك اللي خلت الاهلي تقريبا خلاص هيخسر الدوري. يعني اعتقد بقى اللي بيعمله عبد الناصر دوت بيخلي خلاص جمهور الزمالك بقى بيتفائل بملك ملوك التوقعات عبد ناصر وتوقعاته اللي عمرها ما خيبت واللي دايما بيقول توقعاته صح. وجمهور الاهلي بقى خلاص بيشوف فيديو عبد الناصر بيتعفرت بيقول له يا اخي حرام عليك، كفايه بلاش توقعات. عبد ناصر حقيقي مش قادر اشكرك ازاي بجد، اللي انت بتعمله مع الزمالك وجمهور الزمالك ده رهيب، رغم ان انت عمال كل مره تتوقع غلط ولكن مستمر وحاسك مبسوط بالتوقعات الصح بتاعتك. وبجد بحييك وبقول لك استمر، وانا من معجبينك وانا اول المشجعين ليك يا ملك ملوك التوقعات الحقيقي.